دار باباك باش يقعدوا يحسبوا لك في لي كوش تاع الطفل وتطلع بحسابها. انا بكري غضبت في الجزائر واحد العام، انا ثم فهمت الفيلم باللي ما كانش طلاق في الجزائر. رحت نغضب في صدراطه في الفيلاج. جا مون بيغ من بعيد، وحنا ساكنين دارنا كانت مقابله العطيل. تعرفي شو العطيل؟ العطيل معناها من هنا للخلا، مقابله الخلا في الخلا في طريق مدوروش. دارنا في هذاك الوقت واقفه في البالكون، شافني من بعيد، طلع لماما قال لها الله يرحمك ويوسع عليك يا بابا، بس علمتيني درس ثم فهمت الفيلم. غضبانه وحالتي تشف. الغضبه تاعك كي تجي مقوده عليك وحالتي تشف. طفل ما عندوش نرضع فيه هكاك، حالتي حاله ما عنديش صوارد، مذلوله. ماما كانت تخدم وقتها، ماما تروح الصباح تخدم وانا نقعد نغسل في المواعن. تو على العيشه. فهمتها. قال لها قولي لها تدخل. قال لها ما عندناش احنا. عمتي حبت تعرضني، سمعت بيا غضبانه، جابت لي البرمه تاع العيش والكسكس العيش والحليب سخون والديسير، وجات قلت لها عمتي، قالت لي مرت الراجل ما يجيش تنعرضك عندي. قلت انا شفتي نقعد كيما هاك العيشه هذه. اللهم في الامريكان، اللهم نغسل نظف الديار تاع الناس. يا واحد نرجعوا عند بيت بويانا، كاش ما بقات واحده ترجع عند بيت بويها اللي تزوجت صايي. تزوجي صايي، الدبلوم والخدمه والدراهم وسكنه اكوطي. علاه نقول لكم ديروا الديار. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. شوفوا كيما كانت تقول صح، وما كانش وحده جربت الغضبه في دربوها وما لقاتهاش كيما هي كانت تقول. حقيقه باش تطلقي في الجزائر صعيبه، الا طلقتي وانتي ما كيش خدامه صعيبه. كيما كانت تقول كاين مثل يقول ذل الراجل ولا ذل البو والخو. كاينين نساء لقاو باباتهم، لقاو خاوتهم، لقاو بصح اغلب النساء في الجزائر ما تقوليش انا وانا لقيت بابا ولقيت خاوتي الله يبارك ربي يحفظهم لك، بصح الاغلبيه في الجزائر في العالم الثالث كي يطلقوا الا ما راكيش خدامه راكي راح تسوفري فغيمون. الطلاق في الجزائر قالت لك ردي بالك تطلقي في الجزائر. عندها الحق. انا مره غضبت كيما راها تقول سوا. رحت نجيب لابيس تاعي تسكرت لي، قال لك ممنوع تخرجي. رحت نشري، قال لك ممنوع تخرجي. لي كوش والحليب يا بعيد الشر ولو شوفكم في الغضبه تاع دار البو. كي تكوني ما كيش خدامه وما عندكش دراهم، الا خدامه شويه بصح انا ما جربتش كيما يقولوا يولي الداخل والخارج طامع في دراهمك، بصح كاين بزاف ولي مجربين يقولوها لي في التعليق. هذو 3 حوايج ما تطلقيش عليهم، يتهرد البو يحير فيه. الا طلقتي ما تجيبيش ولدك، الا طلقتي ولا غضبتي رانا ماناش رايحين ان شاء الله نقولوا على الطلاق كاع، بصح الا غضبتي الا نويتي تغضبي في دار بوك، هذو 3 حوايج: الحليب ليكوش والانجات. ما نهضروش عليا اختو البيتي سويس والمتطلبات تاع دراري والشيبس وخويا شرا لولادو وما شراش لولادي. ديرها من الواقع تاعنا، ما رانيش نزوق عليكم، راني نحكي لكم في حكايات تاع كذب. خويا شرا لولادو ومخبى عليا، مرت خويا درقت عليا الشيبس، مرت خويا درقت عليا البيتي سويس، ومرت خويا درقت عليا الحليب تاع بنتها ولا تاع وليدها، وانا بنتي خويانا ما لقاتش واش تاكل. احكمي دارك والله، شدي ديري مهنه في يدك، اخدمي خدمه في يدك. حقيقه الذل تاع الطلاق وحده. شوفوا حقيقة، وما كاش لي تجي تقول لي لا انا خويا يشري لي ولولادي. يشري لك يشري لك النهار الاول، يشري لك النهار الثاني، يشري لك النهار الثالث، بصح كي طول الغضبة ما كاش كيفاش. الا خرجتي يقولوا كيفاش، الا دخلتي كيما قالت مسكينه هذه، مش مسكينه الله يبارك عليها، دارت القلب ودارت الراي وراحت للخارج وما عجبتهاش كاع العقليه تاع بلادهم. طلقت قالت لك خدمت الديار، خدمت فام دو ميناج، خدمت عند القور، خدمت حتى اسست شركه تاع تنظيف ما شاء الله عليها. فغيمون انا عجبتني، ولو كان ما عجبتنيش ما ندير لكمش الفيديو تاعها. كيما قلت لك ردي بالك تغضبي في الجزائر. تشوفي هذا بلا عيد وبلا رمضان وبلا مناسبة، تشوفي واحد جا فايتها الساشي تقولي ها ودرقها عليا، تشوفي واحد شرا الدواء تقولي ما على باليش واش راه درق عليا، وشفتو فايتها الساشي. يسمى بالك ونوصيكم ونعاودوا الكوش والحليب واللانجات والبيتي سويس والياوخت تاع وليدك
بعيد الشر هذا بلا ما يمرض وتديه لطبيب وتعودي تحلي شكون يشري له الدواء. الى يماك عندها دراهم ممكن تشري لك المره الاولى وتشري لك المره الثانيه، اختك تروح تجيب لك السيرو تاع ولادها، ومرت خوك تجي تمزي عليك وتمد لك القرعه تاع السيرو تاع دوليبران اللي بقات فيها شويه وتقول لك ديري شويه وخلي لي. الحقيقه هذا واش رانا نشوفوا في المجتمع تاعنا. الا قلتي لهم اعطوني سيبو ولدي طلعت له الحمى يقعدوا يشنفوا عليك، يمدوا لك سيبو لوليدك ويمشنفين عليك. يعني نوصيك ونعاود تطلقي ديري ميتي في يدك، ديري خدمه في يدك، ما تطلقيش وانتي هكذاك. لوحي لولادو، ما تقوليش وليدي وكبتي، لوحي لولادو خليه يمدلهم، خليهم يجرب المعيشه تاعهم ومن بعد طالبي بالحضانه تاعك. المهم تكوني خدامه. الا كنتي خدامه ما تقولي ليش والديا ما كاش قد ما يكونوا والديهم اغنياء، قد ما كانوا والديهم اغنياء ما رفدوهمش. هذا الواقع تاعنا اللي رانا عايشينه. والديهم اغنياء، امتهم اغنياء، باه تسكني في دار العائله يعودوا يدرقوا عليك. الا كتب ربي ومات الراجل ذاك اللي كان راه كتبها ربي، بصح باه تطلقي وتغضبي وتروحي كي المسكينه وتروحي ما عنديش معاه من الروح، اولادي مساكن بوهم طيشهم خرجوهم. لا 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 لا، خموا مليح قبل ما تطلقوا، خموا مليح قبل ما تديروا حتى خطوه في الطلاق. فهمتوا؟ راني نوصيكم نعاودوا خموا مليح في الطلاق. الا راكي خدامه تقدري شويه ترفدي راسك، بصح الا ما راكيش خدامه قولوا لي تجاربكم انتوما، والى اللقاء في فيديو اخر.